تحديثات واتساب الجزء الثالث. اول تحديث فيهم قريب جدا، او اصلا الميزه دي بدات توصل لناس كتير دلوقتي. لو عجبك اي تحديث او بوست موجود على قناه في واتساب تقدر بمنتهى السهوله تضغط عليه ضغطه طويله وتنسخ اللينك بتاع التحديث او البوست ده تحديدا وتبعته لاي حد من صحابك لو انت مش عاوز تبعت له لينك القناه بالكامل. تاني تحديث قريب جدا وبشكل رسمي، هيكون بامكانك تستخدم الافاتار بتاعك، الافاتار اللي هو الشخصيه اللي شبه الايموجي دي، في مكالمات الفيديو. يعني هتعمل مكالمه فيديو مش باستخدام وشك، هتعملها باستخدام الافاتار بتاعك. وطبعا هتقدر ترجع في اي وقت لمكالمه الفيديو العاديه بوشك عادي، ولكن دي ميزه هتكون موجوده قريب جدا. ثالث ميزه، وميزه مهمه جدا لو انت ما بتحبش الصداع الكتير، قريب جدا او حاليا في مستخدمين وصلهم التحديث ده بالفعل، انك هتقدر تعمل ميوت او صامت او كتم لصوت الاشعارات اللي بتجيلك من بعض القنوات زي اليوم السابع مثلا. دي التحديثات اللي حصلت للواتساب الفتره الاخيره، بس الاهم من كده تابعني عشان يوصلك كل جديد اول باول، وما تنساش ان انا ليا قناه على الواتساب لازم تتابعني عليها.